اتعودنا ان سطح البيت ناس كتير بتربي عليه فراخ، حمام، بط، اي طيور من الخفيفة المتعودين عليها دي، لكن نربي نعام لا، دي جديدة. ومش بس كده، ده كمان هتكسب منها فلوس بالالافات وانت قاعد في مكانك، لان الكتكوت بس منها بيتباع ب 1500 جنيه. انا مريم مجدي، ويلا بينا نعرف ازاي. على طريقة محمد هنيدي لما اشترى نعامة، مشروع جديد من نوعه. شاب من كفر الشيخ في ثانوية عامة بيستثمر فلوسه هو واهله في تربية النعام، وبتجيب لهم الافات. فارس عمل أول مزرعة نعام فوق سطح بيته، واعتبرها بديل الوظيفة لأنها هتكسبه أكتر بكتير. لكن علشان يوصل لمكسبها لازم يصرف عليها شوية، يعني في الأول اشترى النعام من وقت ما كان عنده لسه شهور، وكبر معاه لحد ما بقى عنده سنتين، ويقدر يعيش معاه أكتر من 40 سنة. هتسأله طب ازاي عايش فوق السطوح؟ المشروع كامل من مجاميعه. أصحاب المشروع بانيين سور للسطوح من نفس طول النعام، لكن في نفس الوقت هو مش هينط لأنه شايف اللي تحت، وكمان بيحط له صبة على الأرض، وبيفرش 8 سم رملة تحت رجله علشان يقدر يجري براحته من غير ما رجله تتكسر. في البداية مشروع مزرعة النعام كانت مجرد فكرة عند والده، وفارس ساعدوا في تنفيذها، لأنهم حسبوا المكسب اللي هيطلع منه، لقوا إنه يستاهل تتعب علشانه في الأول. وده لأن النعام فصيلة نادرة، وبيتباع من أول راسه لحد ضفر رجله، كل حاجة فيه بتتباع حتى عينيه. وحسب كلامه إن شركات أدوية كتير بتستعين بمكونات النعام في تكوين الأدوية، وبيبقى مفيد جدا. والكتكوت بس من النعام بيتباع ب 1500 جنيه، والبيضة الواحدة بتتباع ب 350 جنيه، وبتوصل لأكتر من كده، وتكفي إن أسرة كاملة ياكلوا منها. وكيلو لحمته بيوصل ل 280 جنيه. أما الأسرة الواحدة من النعام سعرها بيوصل ل 70,000 جنيه، وبتتكون من ذكر ونعامتين أنثى. وتقدر تفرق ما بينهم إن الذكر بيبقى ريشه لونه أسود جدا، لكن الأنثى ريشها بيبقى لونه أفتح شوية. ونفس الريش ده بيتباع. الريشة اللي لونها أبيض الموجودة عند الاتنين، الواحدة منها بس سعرها 35 جنيه، والريش الأسود بيتباع ب 850 جنيه، لكن الريش الصغير اللي في جسمه بيتباع ب 1500 جنيه. انت متخيل ان الريش اللي بيوقعه ده لوحده ممكن يبقى دخل يومي لحد؟ ده انا هقوم اربي نعام حالا. خد دي بقى، فارس بيقول ان شخصية النعام نفسه بتأثر على سعر بيعه، يعني كل ما كان النعام الذكر شخصيته قوية بيتباع بسعر اغلى، وبيفرض شخصيته دي على الانثى وبيفرض سيطرته عليها. لكن المهم انك ما تدخلش بينهم، لان ضربة منه ممكن تموتك. الست مظلومة في كل حتة برضه. الغريب بقى ان النعام محتاج تدلعه علشان هو كمان يدلعك، وتعرف تستفيد منه، يعني تهتم باكله. والاسرة الواحدة بتاكل حوالي 10 كيلو في اليوم، وممكن تدلعها كمان وتاكلها حلويات زي ما فارس بياكلها مولتو شوكولاته. يعني كملخص كده، هتصرف على النعام في الاول، لكن اول ما النعامه خلاص هتبيض، خلاص اتفتح لك باب الهنا والرزق. انتوا بقى شاركونا برايكم، ممكن تقتبسوا الفكره دي من فارس وتربوا انتوا كمان نعام؟